خشمك. يس احنا كلنا كبشر بنغلطوا، لكن لما نيجي لما نكون احنا في حالة حرب، احنا ما عندنا مجاملة مع اي زول. حتى لو انت اخوي انت من الجزء بتاعت حكومة الدنكا، انا بحاسبك انت دنكاوي straight up. ف خليني اول حاجه ما داير اتكلم في الحاجات الحاصل في بكاء بتاعت الناس، وفي ناس بدأوا يرطنوا، وفي ناس بدأوا يرسلوا رسائل بروتانا، وفي ناس بدأوا انه يحسوا مع اللي قاعد تحصل ده شنو. فانا بتمنى لشبابنا الموجودين في ارض الواقع، الشغل ده يا اخوي انت عايز تكون حر، الشغل ده يا اختي انت عايز تكون حر. دي ما شغل مجاملات، دي ما شغل بتاع قروش اللي بيبيعوا الناس. الكلام بتاع القروش ده انتهت، كلام بتاع القلوب الميتة ده انتهت. احنا عايزين نديل من الواقع. وانا شايف هسي في شغل نضيف ماشي، وده شغل البوصلنا لباب السلام، وده شغل برضه البوصلنا لانه سالفكير لازم يتنازل من السلطه عشان يدي الكرسي ده لاي زول الما دينكاوي. شفت كيف؟ فانا داير اقول للجنوبيين، لكل 63 قبيله الموجودين في دوله جنوب السودان، ما حرام انك انت ما تقتل دينكا، حلال انك انت تقتل دينكا، حلال عليك انت تقتل دينكا، لان الدينكا جاء في مكانك انت واستولى مكانك انت، معناه انت لازم تقتل دينكا. ما قال انك ترحم دينكا، تقتل دينكا، لانه هو حرامي، لانه هو كتر رقبه، لانه هو انسان نجس ما يستحق يقعد بين الناس. الزمن ده كله هو بيحارب الشعب الجنوبي. وعلى فكره انا عايز الجنوبيين لازم تعرف الكلام ده كويس. اللي بيقول انه ده السياسيين يا هو كانوا بيحاربوا الجنوبيين، انا بقول لك انت كذاب وانت منافق. اللي كانوا بيحاربوا الجنوبيين ده الدينكا، لان يعني احنا ما بنقدر نفرز بين الدينكا المواطن والدينكا العسكري والدينكا السياسي والدينكا اللي ما عنده اي ذنب. احنا وصلنا للغناء بتاعت انه الدينكا اللي ما عنده اي ذنب ده دينكا المات، لانه هو ريحنا. الليله الباود ده لما نيجي في راس الناس بعرف انه في زول ده كويس زول ده بطال؟ طبعا لا. طيب اختبرني انا قصدي لك انه الدينكا ده هو باوده. الباود ده بدات تزنزن في عضن الجنوبيين من في بدايه البني بتاعت الدوله السودان. الجنوبيين بيحاربوا هم بيصلوا علاقاتهم الشعب الشمالي، الجنوبيين بيحاربوا هم شغالين hands to hands مع العدو. الجنوبيين بيحاربوا هم بيجوا بيحاربوا الجنوبيين. فالحروبات دي يا جماعه قاعد تحصل ده انا داير اكد لكم انه انتوا القاعدين برا ماسكين سلاح قاعدين ترفعوا سلاح قاعدين تحاربوا ده، انتوا حقاتكم ده انا داير اقول لكم الكلام ده ذكروني كلام قاعد نقوله. احنا ما بنعرف في شنو بيحصل بكره، احنا ما بنعرف في شنو بيحصل بعد بكره. انا عايز اكد لكم انه الحروبات الماشيه ده دي حروبات بتاعت انه الشعب الجنوبي عايز تكون فري، الشعب الجنوبي ده يكون انسان حر. ولما انه الشعب الجنوبي ده يكون انسان حر، لما هو يخلص من دبانه من البعوضه من الحشره اسمه الدينكا في دوله جنوب السودان. يس في ناس بيبيعون بقروش، يس في ناس بدهم الرشاوع، يس في حاجات كتير قاعد تمشي،
لكن اهم حاجه الناس اللي في الميدان، الناس اللي قاعدين يواجهوا اللي قاعد تحصل. داير اذكركم حاجه بسيط، والكلام ده انا عايز انه النوير تعرف الكلام ده. انا عايزكم تعافي جنرال تشول جيمس جيمس تشول كوتش او تشول something جيمس كوتش ولا كوتش whatever his name what his name قاعد اكتب له تحت. الزول ده انا داركم تعذروا، الزول ده داركم تعذروا، خلوه كده، لانه هو بنفسه ما عنده تاريخ انه على اساس انه هو ده وقلب ظهره للقبيله بتاعه نوير. جيمس كونغ ده اعذره، لكن كلنا واصل مع رساله الان اقدر اقوله. شوف يا اخواننا الجنوبيين، انا عارف في بعض منكم they still confused. ليه انا بقول انه النوير هم عبيد للدنكا؟ الناس دي انا دايركم تفهموا كويس الكلام ده. انا ساعه ما قلت الكلام ده الليله لو اختك لو اهلك قاعدين يقتلوا فيهم من 2013 الحروبات دي ما وقفت، ها الحرب ما وقف من 2013. الحكومه بتاع الدنكا متخصص انه هو قبيله النوير ده لازم تنتهي. الكلام ده قلنا لكم يا ناس نوير، قلنا الكلام ده 13 سنه ده. انت ذاتك لو بقيت ما عندك دم بتاع نوير في دمك في جلدك، في جلدك لو ما عندك دم بتاع نوير ده، انت ذاتك بتقوم بتعمل حاجه. دي بيقول لها عبوديه. العبوديه ده هو شنو؟ لما انت تشوف اختك قاعدين يغتصبوك قدام عينك انت ما بتقدر تعمل حاجه. لما تشوف اخوك قاعدين يقتلوك قدام عينك انت ما بتقدر تعمل حاجه. زي اقرب مثال كلنا اذكركم الحاجه الحاصل النوير اللي حرقوه في جوابات ده، مود توتكا ما توتكا ده، لا ما ده قصه ده طويل عريض، ما قصه توتكا براو، ده قصه مشتركه فيها الدنكا ذاته لاعبين الدور في الحاجات دي كويس. فانا ده قد اشوف انت بتمسك اخوك بتربطه وبتتكلم معه، احنا جايين نودوك واحنا جايين نرسلوك الله. ده بقول لا عبوديه، لان عشان انت ترفع سلاح تمسك اخوك كويس تقتله بنفسك، انت ده ذاتك بنفسك، معناها انت زول عبد. مع سيدك الدنكا قاعد هو اللي بيقول لك اعمل 1 2 3. شوف الحاصل في ايامات الفات ده، الثلاثه تنفر الكتوم كده ولعوا فيهم نيران. هل انتوا كانوير انتوا قاعدين انتوا شفتوا الدنكا قتل دنكا بطريقه زي ده؟ هل انتوا شفتوا الدنكا بيعزوا في الدنكا؟ عشان كده انا ساعات قلت انتوا نوير انتوا عبيد للدنكا. انا ما قادر تشيلوني كأنا عضو بالنسبه لكم. انا زول قاعد اسيد قاعد اسيد بس بدعمكم، لانه الليله قال لك انت لما تشوف حاجه غلط لو ما اتكلمت عليه معناه انت زول انسان ما راجل، معناه انت زول انسان ما ذاته كويس. انا ما نويراوي ولا دنكاوي، انا ايكوتوريان، لكن ليه بيهمنا الكذب بتاع نوير؟ قال لكم ما يا جماعه وان سكن يا جماعه. معلش يا جماعه طبعا جالي التليفون وانا في الشغل، فانا ما اعرف انا كنت وقفت وين، لكن الان اقدر اقول انه احنا في قرن 21 ولا 5 و26 واحنا ما قادرين نكتشف القضيه بتاع دولة جنوب السودان. وده من حاجه
من حاجه بوجاني زياده، انه العالم اليوم ما بينتبه للسياسه. العالم اليوم بينتبه للواقع اللي قاعد تحصل. كويس؟ ليه احنا كجنوبيين عايزين نكونوا احنا عايزين نتابعوا، اوكي؟ عايزين نكونوا الشعب، كويس؟ شعب فاشله، شعب ما عنده موضوع في حول العالم. ليه؟ اللي دينك قاعد يعملوا في الشعب الجنوبي ده، هل ده سياسه؟ بلا اقول هل ده سياسه؟ دي ما سياسه، دي الواقع. ده الواقع. انت بتشوف اخوك يا هون ده قاعدين يشيلوا ماشيين يقتلوا قدام عينك. انت تكورك ما تكورك، تعمل شنو ما تعمل شنو، ماشيين يقتلوا في قدام عينك انت شايفه. ده بقول له سياسه؟ الحاصل في دوله جنوب السودان ده العالم الثاني كلك الافارقه والباقي الناس الثانيين قاعدين يشوفوها كيف. لكن انت قدرت تقول يا اخي الفكير ده رئيسك، ده رئيس الدنكا. انت قدرت تقول يا اخي جنوب السودان ده هو دوله بخير، عشان انت ما عندك موضوع، ولا حكومه دي قاعد تديك حاجه، نظام الدنكا ده قاعد يفيدك. كويس؟ الناس لازم تعرف الحق ده شنو والغلط ده شنو. فكلامي لنوير، هل بتاعك سلاح يا اخوي؟ هل بتاعك سلاح؟ هل بتاعك انت لازم تحارب الدنكا؟ ده زول بدا يقتلك 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 سنه. 14 سنه انت عايش في مخيمات، انت قاعد في يو ان كم يونمس. 14 سنه الدنكا شغال فوقك شغل تقيل، كافي بناتكم، كافي يلكم، كافي حبوباتكم، كافي نساوينكم، كافي امهاتكم. حتى العيال ذات القاعدين يولدون بلدوا جانا ناقص، قربوا لكم البيئه ذاته. كويس؟ دي بقول له سياسه؟ دي ما سياسه. طيب انت لما تكون ماشي لزول، ماشي ورا زول سياسي ده، انت هتقدر تستفيد حاجه؟ ما هتقدر تستفيد حاجه ولا هتغير حاجه، لانه زول السياسي ده هو قاعد يفكر لبطنه، هو قاعد يفكر لبطنه، هو قاعد يفكر لنعنيا بتاعه، هو قاعد يفكر للشم بتاعه، هو ما فاضي لك انت. دي حاجه النوير الجيش ميليشيس they don't get it. ليه؟ لانه مشيك ورا السياسي بيودرك، والسياسي ده بيكون قاعد ياكل. اقرب مثال كونشول ده سان ما دخل جوا، هو كان دخل عشان تدخل جوا؟ لا، بيحموا قضيه بتاع نوير. ارجل سبيج بتاع كونشول ده من اول لتهد، هتيجي تلقى انه زول ده هو زعلان لانه هو رياض مشار كتر راسه في وطا. شغل عسكري ده ما شغل عسكري، شغل ملكي ده ما شغل ملكي. انا دايركم تعرفوا زول ده، الزول ده ما في سبيتش، اي حاجه اللي هو عمله ده حاجه هو عمله بالزحف. عارفوا زول ده؟ انتوا نوير عارفوا زول ده؟ ده زول عسكري مدرب وشغال شغله. صار رياض مشار دخل جوا، وفي رياض مشار يعمل لهم يجيبهم جوا يددوهم الخانه ده. ما كان يدي لمرته، يدي لنسبانه، يدي لحاجات دي. شوف عشان كده بقول لكم السياسه من اوسخ حاجه. دي مثل بسيط انا اديتكم بالشول ده. شلا يكون فيديو ده وصل له، وهو لازم يرجع لنفسه ذات، يراجع نفسه، يعمل حاجه صح. لانه الليله الغلط اللي هو عمله انه هو ما مشى بنوير. لو كان مشى بس دخل باهله كان كويس، لكن ده طبعا وجه، ده زال بتاعت الجيم بتاعت السياسيين.
دي جيم بتاع سياسيين. كان هو فقط عقله دخل نفسه مع اوساق ديل. you know ده هو ده بس حاجه البسيط. لكن ده ما حكمه. انتوا ما تشيلوه كزول. لكن ناس اسكيال بول تباندنجاي باقي المجموعات ديل قسمهم اركبوهم في المستقبل. لو في طريقه قسمهم اركبوهم. لو في طريقه. لكن كون لا لا لا. ده زول هو بس زعلان. بس هو زعلان لانه الليله زول عسكري ده انت ما بتقدر يعني تتنافس معه سياسيا، لانه هو ما زول سياسي، هو زول عسكري، زول ميداني. فالمهم خلينا نواصل لقدام عشان انه انا داير انه ناس تستفيدوا. اللي هو قاعد اشوف الدول الخارجه ده كله قاعد يحصل شنو؟ شوف بتوين الحرب اللي كان ماشي بتوين روسيا ويوكرين حاصل شنو؟ شوف الحرب الماشي حاسي. شوف الحروبات الماشي ده حروبات سياسيه. ده انت بتشوف يا هنداك ده روسيا، يا هنداك ده يوكرين. انت بتشوف يا هنداك ده ايران، يا هنداك ده امريكا. انت بتشوف يا هنداك ده امريكا، يا هنداك ده بوكو حرام. كلام ما في شغل عسكري. فانا بتمنى للعسكريين بتاعنا البسيط البسيطين دل في جنوب السودان دل، كان تابع للقوات المشتركه، كان تابع لايو، كان تابع للنصر سالفيشن، كان تابع لاتو جروب. المهم انتوا جدا اشتغلوا شغل ميداني اكتر من تشتغلوا شغل سياسي. لما انا اقول انتوا ما تشتغلوا شغل سياسي، اشتغلوا شغل ميداني، لانك انت لابس كاكي ده انت زول ميداني. انت حياتك كده في الجراوند، يا مت يا حررت نفسك يا حررت ناسك. لكن انت كزول ميداني انت تسبع للزول قائد بتاعك وهو زول سياسي ما زول عسكري، انا بقول لك انت زول عسكري فاشل. لانه الزول الملكي ما بديك التعليمات انه عامل ده ما تعمل ده. لازم تفرز بين العسكري والسياسي. الشغل الماشي ده شغل عسكري، معناه انه انا قصدي شنو؟ لزوا السياسيين ده كده على الطرف يا شباب. لزوا السياسيين ده كده على الطرف يا شباب. لزوا السياسيين ده هو قتلوا النوير. السياسيين ده قتلوا 63 قبائل. السياسيين ده هو دمروا الجنوب السودان. اسمعوا الكلام ده كويس، لانه مصلحتهم مصلحه بطنهم. مصلحتهم مصلحه انه هم يكونوا عبيد للدنكا. مصلحتهم عشان انه هم يفنقسوا للدنكا ويضحكوا مع الدنكا، والدنكا قاعد ياكلهم عشان انه يقتلوا اهلهم. ما في سياسي في دولة جنوب السودان هو قال زول كويس. سياسي هو زول حرامي، سياسي هو زول مجرم، سياسي هو زول ما عنده اي فايدة. فايدته بطنه، فايدته اخته، فايدته مرته، فايدته نسيبه، فايدته اقربائه. دي الشغل السياسي. ما هو ده إنه شغل، ده الشغل كويس. لكن انت زول عسكري، انت زول حرار، انت زول انت زول دار تحرر نفسك ولا ناسك من العبودية. فشل يكون كلام ده يوصل العسكريين بتاعنا الموجودين فرض الواقع. الحل البسيط اللي انتوا بتقدر تمسكوه المجرم الدينكا اللي حكمت الدينكا، لما تركب الدينكا المواطنين في كل اماكنهم. تمشي في جوجريال تركبهم، تمشي في ورب تركبهم، تمشي في رومبك تركبهم، تمشي في بور تركبهم، تمشي في اي مكان تركبهم، وتمشي تركبهم. ده كده انت معناه شنو؟ قاعد تدق الدنكا في راسه ذات، قاعد تكسر له تفكيره، قاعد تكسر له تفكيره. التفكير بتاع الهيمنه. زي ما انتم شايفين في زول كان قبل كم فتره عمل العالم بتاع جنوب السودان ده، وقام عمل خطط الاحمر دي محلات الدنكا انتشروا فوقه. ده الفكره بتاعت الدنكا، عاوز ينتشر في كل اماكن، عاوز يكون دبانه، عاوز يكون باغوده في كل اماكن بتاع جنوب السودان. يعني حتى منطقه بتاعك انت نورا وهون دراي فيو زي ناس دنكا بقول له شنو ده ابيع نام ولا شنو ده، ودنكا اسمه شنو ده اسمه شنو ده فدان. وده ده كله مشروع بتاعت الهيمنه، مشروع بتاعت العبوديه، مشروع بتاعت شنو؟ سليفرين.
الدنكا قاعد يعمل فوق. لكن انت لما تترقد المواطنين بتاعهم ده معناه انت شنو؟ لعبت الجيم صح. انا ده لسه ما نزلت الميدان، لسه ما نزلت الميدان. انا شغلي شغل مختلف شديد، وده شغل انا هابروف بعدين في المستقبل. خلي بس هي حاجه تسقط كده بننزل في الميدان ده، لانه في ناس في اشكال كده عايزين يصفوهم كومبليتلي برا من جنوب السودان. في شغل كده يعني احنا محتاجين نكتوها في الارض الواقع، لكن ده ما وقته. عايزين انه نكمل التسقوط ده كلي تحصل، كلي مخكنات كده يسقط، وبعد كده بنجي ننظف باقي الاوساخ بتاعت الحيمنه بتاعت العبوديه في دوله جنوب السودان. كويس؟ ما دي انت لازم تعرف الكلام ده. الكلام ده لو ما واقع انا ممكن اعايد لك تاني. في اتجاهات كتير، في طرق كتير انت تحارب المجرم المستعمر ده، تحاربه بكل الطرق. انت لازم تحاربه بكل الطرق. انت ما تحاربه قال يا اخي قاعد تحاربه بالطريقه لازم تحاربه في جوبا، لا. امشي منطقتهم، اركبوا من هناك، لانه اي مناطق هم فوقوا اركبوهم هناك. ده قاعد يكسر لهم شنو؟ المشروع بتاعهم بتاع الجنگ ويبونت رول. لازم نحكم جنوب السودان، لازم نكون في كل ولايات بتاع الجنوبين، ونقول احنا ماجورتي في الولايات بتاع الجنوبين دول، نقول احنا دينكا هو ماجورتي في ناصر، نقول احنا دينكا هو ماجورتي في فنجان، نقول احنا دينكا هو ماجورتي في ملكال، نقول احنا دينكا هو ماجورتي في كل اماكن، نقول احنا دينكا هو ماجورتي في كوتوري، نقول دينكا احنا دينكا. يعني هم ده خطط، ده التخطيط بتاع زول مستعمر، ده تخطيط بتاع زول كويس كويس قاعد يبني في نفسه، وانت شايفه وانت ما قادر تضرب حسابات، لانه راسك مقفول، عينك مقفول بالقروش بتاع الدوله بتاعك انت، ما بتاع الدنكا. لان القروش ده قروش الجنوبيين، ده ما قروش بتاع الدنكا. لكن الليله بيستخدموه اقرب زول للكوميونتي بتاعه، زي حاصل اللي قاعد يحصل للزول ده اسمه منو؟ رياض جاي. رياض جاي ده من اكبر مجرم، من اكبر حرامي، من اكبر انتهازي كويس من شمال السودان، من حكومة البشير. كويس؟ الشمالين كويس، هم الشمالين ده من اكبر مؤرس، نوراوي مؤرس ومؤفن مخه في قيزو. زول بيقول له رياض قاعد ده كويس؟ كويس؟ الزول ده ياهو قاعد يحرس في الدنكا ما يركبوهم. الزول ده مشى لحد نيروبي، نوير ما قادر يمشي يلحقوه هناك يشيلوه ويرسلوه لله. الزول ده مشى تم العلاجات بتاعه في نيروبي لحد رجع في جوجوبا. الزول ده نوير ما قادر يحد. الزول ده من ده ازرق من تباندنجاي. هو ما تباندنجاي يعني فريقه ممكن يكونوا يعني حاجه كده انا ممكن اقول يا اخي كويس، يعني ما عندهم فرق ذاته، كلهم نفس الاول، ناس مصلحجيه، ناس ما فاضين للكوميونتي، ما فاضين للبشر، ما فاضين لحق حقوق الانسان ده وين ذاته، فاضين لبطنهم. زول قصير زوجت اسمه جاي رياض جاي ده كويس، ده زول اللي قاعد يحجز في الدنكا. فانا داير اقول لكم تلقى البسيط عندكم ده ما قاعدين تخشوا جوا، امشوا في مناطق بتاع الدنكا، اركبوا مواطنين بس، اشتغلوا شغل في المواطنين. زبار غزال ده محل ماتيانغانيور ماتيان توتكوبين ده دارين تركبوا المكان ده. يمسوا محل ده حتى لو في طريقه ذاته خشوا في الابيه ذات ركبوهم هناك، لانه الشغل ده ما بسني. الناس دول قاعدين يقتلوا فيكم انتوا كانوير من 2013 13 بلس 14 ولا 13 بلس 13 ده كم؟ 26، يعني 13 سنه يا جماعه. الناس دي مالكم، لان انا في الشغل ان شاء الله في ايامات الجاي انا ما نكون اوف، ندير اوف ده كفايه كده. انا ممكن هيجي في اللايف فيديو ده بكت حاجاته كله برتبهم كويس، الان ده نتكلم عليه، وبقعد شله كان ساعه ساعتين عشان نشرح كلامات دل. في حاجات مهم، العسكريين بتاعنا، الميليشيات بتاعنا بتاع 63 قبائل في دوله جنوب السودان ده عايزين يستفيدوا به. اي زول عسكري في الارض الواقع في الجرام قاعد يحارب عايزين يستفيدوا بالحاجات دي، لانه دي الحاجات اللي بيقويهم، دي الحاجات اللي بيكلم انه هم يعرفوا انه فعلا هم عندهم يعني مستقبل في دوله جنوب السودان كويس. فلكن لو ما في الرسائل اللي بيكلم انه هم يكونوا شجاعين ويواصلوا بالحاجه اللي هم دايرين يوصلوا له، ما هيكون في حماس. فانا بتمنى لكل ابناء 63 قبيله المظلومين في دوله جنوب السودان
قوموا فوق اتوحدوا مع بعض، امسكوا يدينكم مع بعض، لانه الكيس بتاعنا الكيس واحد، العضو بتاعنا عضو واحد. عضو بتاعنا ده طبعا هي زول بيقولوا باللهجه بتاعه، انا زول ما سياسي، انا زول عسكري. عضو بتاعي دينكا، عضو بتاعي دينكا. دينكا اللي جاب لي العضو بتاعي في دوله جنوب السودان. دينكا اللي هو جاب عدم استقرار في دوله جنوب السودان. دينكا اللي هو قتل اهالي في دوله جنوب السودان. دينكا هو اوسخ انسان في الدوله جنوب السودان. ده عضو بتاعي، ما حكومه، ما اي حاجه اسمه دينكا، ده عضو بتاعي. فانت لو عضو بتاعك حكومه، ناس اللي بيسيسوا قضايا، ناس اللي بخافوا من الدنكا، انا ما بخاف من الدنكا، لان انا ما بخاف من الموت. الموت ده واحد، وظن ما نموت ما برجع. لكن قال لك قول له الحق، والحق ده يحررك. العضو بتاعك ده منو في دوله جنوب السودان؟ وشكرا لكم. لو انت عارف عضو بتاعك في دوله جنوب السودان ده منو، اكتبوا تحت. انا ما عندي كثير انا هقوله. شكرا لكم، ربنا يكون معكم يا 63 قبيله في دوله جنوب السودان. مع سلامكم. انا هكون ماشي للشغل ان شاء الله. نتلاقوا معكم في فيديوهات الجاي. بشير من الولايات المتحده الامريكيه. اقول لكم مع السلامه.